يا ما قلنا يا جماعه ما حدش يفرح قوي علشان ما يزعلش قوي. بلاش تفرح قوي علشان ما تجيش بعد كده اول ما تحصل حاجه تزعل قوي. الاهلي كانوا فرحانين قوي بالصفقات السوبر واللعيبه الفيرست كلاس واللعيبه الدوليه، وجبنا احسن سكواد في افريقيا وجبنا سكواد لكاس العالم. طبعا اتصدموا في اول مباراه مع مودرن والتعادل 2-2، فكانت الزعل كان جامد قوي بصراحه، زي ما يكون في كوره نار اترمت جوه النادي الاهلي. كان في انتقادات حاده وشديده لريبيرو المدير الفني وللعيبه ولكل الناس جوه النادي الاهلي والاداره. كانش في حد خالي من النقد طبعا جوه النادي الاهلي. نفس الكلام، الزمالك كسب سيراميكا في اول مباراه 2-0، عملوا احتفالات خرافيه كانهم كسبوا كاس العالم حرفيا يعني. وطبعا طلع بقى مبالغات رهيبه من اعلاميين زملكاويه ومن لعيب الزمالك القدام، والزمالك عنده احسن مدرب في العالم واقوى سكواد في افريقيا، والزمالك هياخد بطولات، والزمالك هو المنافس الاول على الدوري، والزمالك هياخد الدوري، والاهلي وبيراميدز هيتنافسوا على المركز الثاني، وهكذا 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 من التصريحات والاوفر اللي طلع. طبعا كل ده كان اول ماتش بس يا جماعه، كل ده اول لسه بدري قوي. محدش يفرح قوي ومحدش يزعل قوي. الاهلي لسه هيرجع تاني ويقوم وهيرجع يقع، والزمالك هيرجع يقع ويرجع يقوم. وده اللي حصل. الاهلي رجع كسب 4-1 على نادي فاركو، والزمالك اتعادل مع المقاولين العرب الصاعد حديثا للدوري الممتاز 0-0 بأداء سلبي ونتيجة سلبية بكل المقاييس. طبعا ده اللي حصل معانا في الماتش الثاني. تاني مباراة حصلت في الدوري، كأن كرة النار اللي كانت عند النادي الأهلي هديت في النادي الأهلي واترمت على نادي الزمالك. بقت كل الانتقادات دلوقتي لمدرب نادي الزمالك ولاعبي نادي الزمالك. وده الوضع في الدوري بتاعنا. كل ماتش بماتش، كل ماتش تكسب ماتش يرفعوك سابع سما، تتعادل او تخسر ماتش ينزلوك سابع ارض. انت بقيت عبقري واحسن مدرب واحسن لعيبه في العالم، تاني ماتش على طول بقيت ان انت اوحش مدرب واسوأ لعيبه واسوأ اداء واسوأ كل حاجه. مفيش الكلام ده يا جماعه. كل حاجه، كل فرقه بتتعثر، مفيش حد بيكسب على طول ومفيش حد اكيد هيخسر على طول. ايه اللي حصل؟ الاهلي لما كسب 4 زي ما قلنا في الاسبوع الاولاني يا جماعه، وقلنا حلقه تشكيل ريبيرو اللي كان كله غلط في غلط، هو صلح الى حد ما الاخطاء اللي كان عاملها. يعني كان في ياسر ابراهيم خرج ونزل مكانه اشرف داري، دي عادي يعني، مش دي ما عملتش فرق. الفرق الرئيسي كان في نص الملعب. زي ما قلنا نص الملعب كان محتاج مسمار في نص الملعب، لعيب ثابت. اللعيب ده كان اليو ديانج، هو اللي اتحط مكان احمد رضا. كمان قفشه زي ما قلنا يعني. انا مش بنتقد قفشه او ان هو لعيب مش كويس، ولكن لازم المدرب يكون فاهم امتى يستخدم قفشه وازاي يستخدمه. فانت لازم تعرف امتى تستخدم ايه اللعيبه اللي عندك وايه امكانياتهم. المفروض ان ريبيرو عمل مع الاهلي ماتشات في كاس العالم، وعمل ماتش ودي قبل كاس العالم، وعمل 3 ماتشات وديه قبل الدوري، والمفروض يكون عنده فكره ايه ادوار اللعيبه ديت وازاي يستخدم كل واحد. معاه جهاز معاون مصري، كابتن عماد النحاس كان ماسك مدرب النادي الاهلي وعارف كل حاجه عن النادي الاهلي يعني. فالمفروض ان هو بياخد رايه، بس واضح ان هو يعني رايه من دماغه شويه، ما بيستشيرهوش في كل حاجه. بس انت لازم تعرف امتى استخدم احمد رضا. احمد رضا ينفع لعيب رقم 6، تمام، ولكن مش هو افضل اوبشن عندك ينفع رقم 6. يعني مثلا لو يكون عندي ديانج او مروان عطيه، لازم اختار واحد فيهم على احمد رضا. طب امتى استخدم احمد رضا؟ احمد رضا افضل له استخدمه لعيب رقم 8 في الحاله، في المباريات اللي انا محتاج ان انا ادافع فيها. دايما اللعيب رقم 8 معروف عنه ان هو بيتقدم كتير. فاحمد رضا بيعرف يتقدم وكده، بس هو مش افضل حاجه، بس هو برده بيعرف يدافع. فلما عاوز استخدم لعيب رقم 8 مدافع بحيث يقفل لي نص الملعب، فهو هيبقى افضل اختيار عندي في الماتشات اللي انا عايز اقفل فيها نص الملعب. هستخدم لعيب رقم 6 مسمار، سواء كان مروان عطيه او اليو ديانج، وممكن استخدم جنبهم احمد رضا. تمام، علشان ابقى انا كده مقفل نص الملعب لو في مباراه قويه محتاجه اقفل فيها جامد جدا في نص الملعب. تمام. امتى استخدم قفشه؟ قفشه لعيب كويس مش وحش وليه استخداماته، بس برضه ما ينفعش ان انا شايف بصراحه ان قفشه لما بيبدا اللقاء ما بيأديش نفس الاداء لما بينزل كتغيير. قفشه ممكن انزله كتبديل في اخر المباراه يقلب لك الماتش. قفشه بيقف على الكوره كويس، بيمسك كوره، بيعمل تمريرات بينيه كويسه.
بتكون الفرقه الثانيه انهكت شويه بدنيا ووقعت بدنيا شويه، قفشه يعرف يلعب كوره عليهم كويس قوي. انما لما بتنزله والفرقه اللي قدامه بتبقى يعني واقفه على رجليها بدنيا والدفاع قوي وكده، قفشه هو اللي بيستهلك بدنيا، ما تاخدش منه اي انتاج وما بيعملش حاجه. انما كتغييره هيبقى تغييره ممتازه. ممكن لو انت عاوز تنزل تمسك كوره مثلا، لو انت كسبان او لو انت مغلوب وعاوز تزود لعب امامي في الشق الهجومي، ممكن قفشه ينزل يقلب لك الماتش ده. فبصراحه دي الاستخدامات اللي انا شايفها لاحمد رضا وقفشه. ما كانش لازم ان هو يبدا بيهم الماتش الاولاني قدام مودرن سبورت، خصوصا ان مودرن سبورت معروف ثلاث ارباع فرق الدوري ما كانش يعني 99% ينزل يقفل قدامك زون ديفense. زون ديفنس ديت يعني انت لازم عندك حلول قويه جدا في نص الملعب وفي الخط الامامي. فبصراحه كان قفشه يعني شايف لياقته البدنيه ومش هتسعفه ان هو ينزل من اول الماتش يأدي لك الاداء اللي بينزله لو هينزل كتبديله في اخر الماتش. وكمان احمد رضا، انت لازم لما هتنزل قوه هجوميه وناس كتيره بتهاجم قدام، لازم حد ورا يفضل واقف يلم ورا الناس دي كلها زي اليو ديانج او مروان عطيه. تمام. نكمل كلامنا عن النادي الاهلي. في حاجتين كمان حصلوا مهمين جدا لازم نتكلم عنهم. اول حاجه هي تصرف محمد هاني مع الحكم محمد معروف، وان هو في الاخر نتجت عن ان هو اخذ طرد. صراحه ما كانش ليه اي لازمه، الاثنين عندوا مع بعض. الموضوع يعني بسيط جدا. انا شايفه ان هو لو محمد هاني فعلا يعني تلفظ بالفاظ للحكم او لفظ خارج او الحكم يعتبر ان هو يعني شتمه، طبعا هيستاهل الطرد مليون في المية. تمام. موضوع ان هو قال له اخرج من هنا، قال له لا انا هسلم الشاره واخرج من الناحيه الثانيه والكلام دوت، يعني ديت فيها وفيها. ممكن كان يستنى عليه ما يدلوش الانذار، وممكن لو حكم يعني متعسف او مستقصده او كده ممكن نقول هيديله الانذار. ولكن طبعا لو في خطا صدر من محمد هاني، محمد هاني معروف ان هو لاعب مؤدب يعني ومحترم ما بيعملش كده، فما فيهاش مشكله. طيب العقوبه اللي هتصدر انا اتوقع ان هي هتبقى ماتش واحد بس على محمد هاني، ايقاف ماتش واحد اللي هو هيبقى ماتش غزل المحله، وهيلعب ماتش بيراميدز اللي بعديه ان شاء الله باذن الله. لو اتوقف ماتش بيراميدز طبعا هيبقى موقف صعب جدا، بس ما اعتقدش ان هو هتوصل للدرجه دي. لو هو فعلا تلفظ هيستاهل الطرد مليون في المية، وكمان كان يستاهل طرد مباشر. انما هو ما تلفظش، يبقى اذا كان في يعني تعسف شويه او استقصاد من محمد معروف لمحمد هاني عشان قال له ما تقدرش تطردني. المفروض يعني الحكم برضو ما ايه، انت اديته انذار مره عشان قال لك ما تقدرش تطردني وكده، تمام خلاص. الانذار الثاني لو هو يستاهله تديهوله، شتم بتاع اديله حتى لو طرد مباشر مفيش مشكله. انما ان انا عايز اوريه بقى ان انا لا انا اقدر اطردك وكده، ما افتكرش انها تستاهل. ما افتكرش انها تستاهل ان هو يعمل كده. مش تحدي ولا حاجه، محمد هاني مش لاعب اللي هو يعني مشاكس او لاعب بتاع مشاكل وكده، لا خالص. ما فيش الكلام، يعني مش ده اللاعب اللي هو تتوقع منه تصرف او شتيمه او عصبيه، ما شفناش منه الكلام ده قبل كده. الموضوع الثاني اللي حصل في النادي الاهلي كان الناس كلها بتتكلم مين اللي هيلعب الماتشات اللي جايه، شوبير ولا الشناوي؟ والناس مختلفه على شوبير. هل شوبير ده خرم جديد في الكره المصريه، ولا هل شوبير ده يعني نديله فرصه تانية وهو حارس كبير وثقته مهزوزه ولما ثقته ترجع له هيرجع تاني ونصبر عليه والكلام ده؟ طبعا الناس كلها بتتكلم في الموضوع دوت. انا اعتقد شوبير هيلعب الماتشات اللي جايه، تمام، بغض النظر مين اللي هيلعب في المنتخب. ممكن كابتن حسام حسن يلعب الشناوي، هو مقتنع بكده ان هو عنده حارس اول هو الشناوي، حتى لو الشناوي دكه واحتياطي في الاهلي. طيب شوبير هيلعب الماتشات اللي جايه، هل ثقته هترجع له في نفسه؟ ده هيعتمد على شخصيه شوبير. لازم هو يكون عنده شخصيه قويه ويقدر ان هو يتحمل الضغوط ويتحمل المسؤوليه ويكون حارس النادي الاهلي الاساسي، يا اما هيكون قضى على نفسه وعلى مسيرته وممكن يرجع الشناوي تاني حارس اول. وممكن الاهلي يشتري حارس كمان لو شوبير ما رجعش لمستواه، الاهلي هيشتري حارس تاني يبقى هو الحارس تاني. فلازم شوبير يقف على رجله، هو حارس كبير وانا اتوقع ان هو لسه صغير. الشناوي وهو في سنه كان اخطاء كبيره جدا، الحضري وهو في سنه اخطاء اكتر من كده بكتير قوي 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 كلنا فاكرينها وعارفينها. فشوبير جاي في المستقبل لازم نصبر عليه، لازم ياخد فرصته.
لازم نستحمله. هيغلط، كل الحراس بتغلط وكل الدنيا بتغلط، والشناوي غلط والحضري غلط وكل الحراس غلطت، مفيش مشكله، ولكن حارس واعد وهيبقى كويس، ولو رجع في فورمته ومسك فورمته احنا هنستفاد وهنكسب، الكره المصريه كلها هتستفاد وهتكسب كتير جدا جدا جدا. وطبعا قلنا كره النار اللي كانت في الاهلي بعد الاسبوع الاول والتعادل مع مودرن اصبحت دلوقتي في الزمالك. الاهلي رماها على الزمالك، والزمالك للاسف لقفها واتعادل مع المقاولين العرب بتعادل سلبي واداء سلبي. طبعا هم كانوا طموحاتهم عليت للسماء بعد الفوز على سيراميكا، رغم ان حتى ماتش سيراميكا ما كانش اداء الزمالك اداء قوي جدا ولا حاجه، لا، كان بالعكس سيراميكا اداؤه افضل من الزمالك، وكان سيراميكا عنده فرص برضه زي الزمالك وجاب كرة في العارضه، ولكن الزمالك في اخر المباراه استغل فرصتين وقدر ان هو يفوز، وفي الوقت المناسب حسم المباراه. مفيش اي مشكله خالص، بمهارات طبعا ادم كايد وناصر ماهر ومحمد شحاته، تمام مفيش مشكله، ولكن كاداء طول المباراه كان سيراميكا احسن، ما كانش الاداء اللي هو برضو اللي يخلي جماهير الزمالك تتفائل قوي للدرجه دي. طبعا بعد المباراه الثانيه والتعادل السلبي مع المقاولين العرب كره نار اترمت في ملعب نادي الزمالك، وشفنا انتقادات كتيره للمدرب فيريرا، وشفنا انتقادات للعيبه كبيره جدا. كان ابرزها طبعا في المؤتمر الصحفي لما الصحفي بيسال فيريرا بيقول له هارد لك، او اولا هارد لك يا كابتن